السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكل المشاركين الجدد الذين التحقوا بقناة أخبار منوعة بخصوص منحة المرأة الماكذة في البيت. فتعددت الأسئلة بخصوص هذا الموضوع وكثرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، حيث ظهرت عدة صفحات فيسبوكية تروج لهذه الإشاعة، وهي زيادة لمنحة المرأة الماكثة في البنات. ما تحبسوش الفيديو هذا حتى نكملوا للآخر، في حوايج تهمكم وفي حوايج يعني خطيرة. وكملوا الفيديو يا البنات واسمعوا ووعوا وحلوا وذنكم مليح. في الحقيقة هناك بعض الأخوات اللي ما همش فاهمين ايش معناتها منحة المرأة الماكثة في البيت. هي منحة الأجر الواحد، هي أجر الواحد وش معناتها؟ كاين واحد فرد واحد في العائلة يخدم، خصوها للمرأة عطاوها 80,000. هذه 80,000 كان الزوج في الوظيفة العمومية الدولة تمدها له كأجر الواحد، يسموها بالمنحة زعما تاع المرأة. عنده مرته في الدار يتقاضاها. أيضا المرأة إذا كانت هي خدامة، الزوج تاعها يكون ماهوش خدام، تتقاضى عليه هذه 80 تاع الأجر الواحد، يقولوا لها 80,000. أطلقوا عليها هذه الإشاعة تاع منحة المرأة الماكثة في البيت. أثار هذا الموضوع أحد البرلمان فقط باهي سأل الوزير، قال له هل هناك زيادة لمنحة المرأة الماكثة في البيت؟ قال له وزير العمل هذا مش من اختصاصي، من اختصاص وزير المالية. ومن بعد روجوا لها الناس انه راح تكون زياده للمراه الماكثه في البيت، وراح يكون دوسي وتسلك 8000 دينار جزائري اللي هي 800,000. ولكن في الحقيقة يا البنات ما تنساقوش وراء هذه الأخبار، إنها كلها مغلوطة، لأنه الأخبار الصحيحة لم تصدر من الجهات الوصية بذلك، هي الوزارة. كاين حتى جماعة فتحوا صفحات في الفيسبوك سموها منحة المرأة الماكثة بالبيت، ومن بعد عادوا يديروا لكم روابط، ادخل سجل في هذه الروابط. يا البنات هذه الروابط باه يزيدوا المشاهدات وباه تدخلي للموقع ويسلكوا على ظهوركم، لأنه الوزارة مازالت ما دارتش حتى قرار بهذا الخصوص. يا البنات ردوا بالكم من هذو المواقع، لأنهم قد تكون مواقع مشبوهة، قد تكون خطيرة على الهواتف نتاعكم، على الخصوصية نتاعكم. لازم تردوا بالكم. ايضا في الفيسبوك في اليوتيوب راهم يكذبوا عليكم، كاين بعض الصفحات يكذبوا عليكم باش يطلعوا القنوات نتاعهم. انايا في قناتي حطيت زوج فيديوهات من نفس النوع. انا مانيش حابه المشاهدات صراحه، ما نحبش اصلا ندير قناتي فيها انه الكذب ولا نهف الناس. بصح راح ندير لكم يعني صوره مصغره باه تدخلوا وتفهموا واش راه كاين واش راه ما كانش. الناس راهم يكذبوا عليكم ويزيدوا لكم في الاخبار اللي ما كانش وما كان. الوزير ما هدرهاش، الوزير الماليه ما هدرهاش، هما يجيبوا لكم في الاخبار الكذب. واليوم دخلت في واحدة المجموعة تاع منحة المرأة الماكثة في البيت، هي مكتوبة. حوسنا نلقى النسا يسقسوا مساكن ويحطوا لهم في واحد الروابط ادخل وسجل ديت منشور، بصح ما خلاوش يفوت لي باللي راهم يكذبوا ويحطوا لكم في الغلط ويتوهوا فيكم. الا كاين زيادات، مش راني نقول لكم ما كانش، بصح مش بهذاك الحجم اللي راكم تتوقعوا فيه. 8000 دينار جزائري مستحيلات. الأجر في الأجور زادوا ب400,000 و500,000. كيفاه أجر تاع منحة المرأة الماكثة في البيت اللي هي تاع الأجر الوحيد يزيدوها 8,000؟ مستحيل. وإن شاء الله يكون فيها خير. إحنا ماذا بينا نساء أكل زواليات وأكل ما عندهمش حابين يعاونوا أزواجهم، ماذا بينا والله غير يكون. بصح كي تكون أخبار صحيحة وماهيش كاذبة باش يطلعوا الصفحات نتاعهم ويعقبوا بالناس ويهزوا قلوب الناس، يعني مش هكذا. وإن شاء الله ربي يفرج على كل واحد. نخليكم في رعاية الله وحفظه، تهلاو في رواحكم وفي صحتكم. اللي يعجبها الفيديو ما تنساش دير جيم باه تشوفوا خطها وما تغلطش الغلطة نتاعها. ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.